السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتاريخ 5 سبتمبر 2024 حققت مصر أول ميدالية ذهبية في بولمبياد باريس 2024، وبذلك في رفع الأثقال. الكابتن محمد المنياوي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي فاز بذهبية وزن 59 كيلو جرام ضمن منافسات دورة الألعاب بارالمبية باريس 2024. ألف مبروك لمصر وألف مبروك للكابتن محمد المنياوي. محمد المنياوي رفع المحاولة الأولى ب 194 كيلو والتانية 195، وفي المحاولة التالتة عمل إنجاز ورفعها ب 201 كيلو. ألف مبروك لمصر. مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية، واليوم أول ذهبية في باريس 2024. ومصر بتشترك في الدورة ب 54 لاعب في 10 رياضيات: رفع الأثقال، ألعاب قوة، كرة طائرة، كرة هدف، سباحة، تنس طاولة، بالتايكوندو، البوتشيا، التجديف، الباريكياك. دي الألعاب اللي مصر مشتركة فيها، والنهاردة خدنا أول ذهبية بالكابتن محمد المنياوي. ألف مبروك. وذهبية وزن 59 كيلو في رفع الأثقال. ألف مبروك لمصر الأول ذهبية في بولمبياد باريس 2024، وإن شاء الله نحقق المزيد من الميداليات. دي كانت نبذة مختصرة عن الكابتن محمد منياوي اللي فاز بأول ذهبية في بولمبياد باريس 2024. وأشوف حضرتك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.